السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في أكلات يايا. النهاردة إن شاء الله هنعمل لكم مربى اللارنج. طبعا هي مربى جميلة جدا وريحتها روعة، إن شاء الله تعجبكم. معانا كده اللارنج هنجيبه طبعا نغسله كويس لأنه بيبقى مليان تراب وننشفه. طبعا اللارنجايه بتبقى شبه البرتقانه بالشكل ده، بس طبعا طعمها مش زي البرتقان، وبتبقى ايه، تحسي كده ان هي ايه، طريه. شايفين عامله ازاي؟ هو بيتباع الخمسه ب7.5، اسمه عد. فانت بتجيبي الاحتياج بتاعك، بتجيبي تبع الكميه اللي انت عايزاها. ده الجنب الناعم ده انسب حاجه للايه. تبتدي هتعمليها كده. طبعا اللي احنا بنبشره ده بيبقى مر جدا، هو اللي بيخلي اللارنجايه مره، فاحنا بنبشره عشان المراره تروح منه. مع نقع الميه بقى فبيبقى حلو خالص، ما بيبقاش فيه اي مراره. طبعا هتعملي الكميه كلها اللي معاك بالشكل ده. خلاص هي بقت كده بالشكل ده، هنعملها بالشكل ده. ممكن تعمليها كمان يعني. نعمل واحده كمان. هتلفي بقى ايه عليها كلها كده بالشكل ده. انت ممكن تعملي بالجنب ده، بس هتهدر منك يعني ايه، هتبقى بالشكل ده كده. فهي دي احسن انسب حاجة وسهلة. هتلفي على الرنجاية كلها بالشكل ده كده. خلاص هتبقى بالشكل ده كده. هتبتدي تقسميها كده بالشكل ده، وهتطلعي القلب بتاعها بالشكل ده كده، واللي هو الابيض ده بتشتريه. بالشكل ده كده، جيبيه على جنب. عايزينها كده، وتبتدي بقى هتقطعيها كده. خلاص بنفس الطريقة تشتري القلب كله. بالشكل ده القلب ده احنا مش عايزينه، اللي هو الابيض اللي جوه ده. فانت هتشتريه بالمعلقه كده وبتحطيه على جنب. وده بنعمله عصير، هوريلكوا دلوقتي. ده كده ايه، قلنا هنقطع دي، هنعمل الكميه كلها بالشكل ده. تجيب الابيض ده بنشتغله. الابيض اللي جوه ده بتشتريه بالشكل ده، بالشكل ده.
تقطعيها رفيع كده بالشكل ده. وفي ناس بيعملوه في الكبة، بس انا ما جربتش في الكبة، بس ممكن اجرب، ممكن تطلع حلوة وتبقى سهلة، تسهل علينا يعني. انت هتعملي ايه كده بالشكل ده كده اهوت، وهتقطعي رفيع كده بالشكل ده. هنجرب الكبة كمان يعني، مفيش مشاكل. خلاص عشان ما اطولش عليكم هيبقى بالشكل ده. وهنجرب الكبة كمان يعني معاكم دلوقتي. انا ضربت شوية في الكبة اشوف ايه النظام، فتلقيتها حلوة شغالة ما شاء الله والله. يعني انا ممكن اعملها في الكبة بدل الايه نهي القلب ده وتقعدي تقطعي، وممكن تقطعي نصهم مثلا وتعملي نصهم في الكبة براحتك، دي حاجة ترجع لك يعني. ده شوية انا قطعتهم صغيرين كده، وهنجرب طبعا الكبة. هي ناعمة حلوة مش وحشة يعني. إيه والله دي حاجة ترجع لك، سواء تعمليها كده سواء تعمليها كده، المناسب لك طبعا بتعمليه. خلاص دي كده او كده، سواء كده سواء كده، اللي يناسبك اعمليه. شايفين دي ناعمه ازاي ودي خشنه ازاي. ده معانا طبعا قلب اللارنج، هنعصره كده على ايدينا، ما ينفعش طبعا يتضرب في الخلاط لانه كله مليان بذر، لو اتحط في الخلاط هيبوظه. فتعصريه بقى على ايدك كده وتصفيه كويس وتحفظيه في التلاجة لغاية ما نشتغل فيه بقى ايه في اللارنج. قدامنا يومين لان احنا هنسلق اللارنج وهنقعد نغير المية بتاعته يومين 3. معنى اللارنج بقى هنقطعه، خلاص هنقطعه بالشكل ده ونحطه على البوتاجاز حوالي نص ساعة يغلى كده. خلاص وهتقعدي تغيري المية كل ما تدخلي المطبخ، تغيري المية بتاعته لمدة يومين لغاية ما تدوقيه ما تلاقيش فيه مرارة، يبقى كده تمام. خلاص كده تمام. هنحط السكر بقى، هيبقى معانا كوبايتين مية، لكل كيس سكر كوباية مية. خلاص كده معانا ايه كوبايتين مية لكل عد اللي هو 5 على نص كيلو سكر. فانت عدي بقى انت جايبة كام بقى. يعني انا مثلا جايبة 4 عدود، هنحط 2 كيلو سكر عليهم. خلاص ادا كيلو. وده الكيلو التاني. وطبعا انت بتحطي طبعا تبع الرنج اللي انت جايباه. يعني في ناس كتير بتبقى مثلا جايبة 5 عدود، العد 5 لارنجات، فانت بتحط على 5 نص كيلو سكر، بيبقى مظبوط جدا وجميل ما شاء الله. يعني 10 حبات من اللارنج بتحط كيلو سكر. هتقلبي السكر كده تقليبه حلوه كده، وهتسيبيه يغلي غلوه واحده بس كده لغايه ما يفك مع الميه. ونبتدي بقى نحط العصير بتاعه اهو. شايفين العصير بتاعه شبه الجيلي بالظبط، اما اتحط في التلاجة بقاله يومين فبقى شبه الجيلي كده ما شاء الله، وريحته جميله قوي. خلاص السكر بقى غلى معانا اهوت. هتبتدي بقى ايه تحط العصير بتاع اللارنج اهو. خلاص كده ايه حطينا العصير اهوت. خلاص كده ايه حطينا العصير، هنسيبه يغلى برضو مع السكر. خلاص كده بقى هتدخلي كله ببعضه كده
ويكون انت بقى مصفيه اللارنج، ما يبقاش فيه ميه، حاطاه في مصفى كده مصفيه. هيغلى كده غلوه معانا كمان، ونحط الايه اللارنج ان شاء الله. خلاص حطينا بقى اللارنج كده، هتسيبيه بقى ايه، خلاص احنا مصفيينه في المصفى، يعني انت تصفيه كويس وبعدين تحطيه. تسيبيه بقى يغلى كده معاه، وتوطي البوتاجاز بقى عشان ما يتلسعش منك. معانا ليمونه هنعصرها، طبعا هي لسه كده ما دخلتش في السوا، شايفين لسه ميه، فهنسيبها. لو انت حابه تحط باكو جيلي مش حطي، مش عايزه، هي ريحته ما شاء الله جميله جدا، مش محتاج حاجه. يبقى كده المربى بتاعتنا دخلت في السوا، هتعملي خط في النص كده، لو تلاقيتيها ما بترجعش بالشكل ده يبقى كده المربى بتاعتنا تمام. خلصت معانا هيت، جربوها ان شاء الله تعجبكم. والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.